السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على موضوع قديم قوي، كلاسيكي جدا، ما اعتقدش ان في بيت سلم منه بنسب متفاوتة. في ناس اختبرته جدا، في ناس عدت عليه كده مرور الكرام، وفي ناس يا دوب بتسمع عنه من بعيد وربنا عافاها وما اختبرتوش ولا عدت فيه ولا من قريب ولا من بعيد. ايه الموضوع ده بقى؟ حقن الاهل. وهنا النهارده هنتكلم، طبعا الحقن دي بنتاخد في الاتجاهين، يعني ممكن اهل الزوج يدوا للزوج حقن، واحنا هنفهم دلوقتي يعني ايه حقن، يعني يشحنوه، وممكن اهل الزوجه كمان يدوا نفس نوعيه الحقن. طيب مين فيهم اكثر فعاليه؟ غالبا الحقن بتاعت اهل الزوج. ليه؟ لان في العادي او في اغلب الحالات الست كائن عاطفي جدا، فغالبا لو اهلي قوموني عليه وانا بحبه ومتدهوله فيه، هوا يا سامح، ولا هسمع على اي حد حاجه، وغالبا مش هعمل اي حاجه خالص. الراجل بقى تحت وطأة التستوستيرون، والراجل يعمل، والراجل جامد، والراجل ناشف، بيسخن بسرعه. الراجل الشرقي بالذات اصلا كمان الايجو بتاعه ملتهب وجاهز للانفجار في اي لحظه، فبسهوله جدا ممكن اسخن الموضوع ده في دماغه بتعليق، بجمله، بكلمه. ايه ده، هي مراتك كان مالها؟ خلصت. طيب امتى اعرف انها حقنه، وامتى اعرف انه انا اسفه في اللفظ، الساده الرجال عارفين معزتكم عندي، انتوا اخواتي وحبايبي وولادي ويعني واصحابنا وكل حاجه، ولا صناعه منزليه، ولا تصنيع محلي. يعني شويه النكد دول ممكن يبقوا مستوردين عن طريق حقنه، وممكن يبقوا صناعه محليه. انا طلبت معايا نكد، والراجل لما يحب ينكد يا جماعه معلم. يعني الست لما بتحب تنكد عبيطه برضو، يعني حتى لو هي بوز شويه بس هبله، نكدها ملموم. الراجل لما بيقرر يعني نكد رجالي قصه تانية. طيب امتى بقى نعرف انها حقنه؟ مبدئيا يعني الحقن بتاعت اهل الزوج بتبان قوي 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 في الرجاله المحترمين، لان غالبا الرجاله الاشقيه او اللي احنا بنسميهم يعني متودكين بقى والدنيا ملطشاهم ومظبطاهم، بيبقى هارش قوي موضوع ان دي حقنه، وان امي بتسخني، او اختي غيرانه، او مرات اخويا نكشه في سلفتها بقى. ما هم بيبقوا سلايف، يعني مراتات الاخين يبقوا 2 سلايف. احنا هي كده صح، انا بحب براجع بس القرابه، تمام؟ فالرجاله المتودكه اللي زي ما بيقولوا كده متخربشه ومدعوكه في الدنيا بتفهم المواضيع دي وبتهرشها، وزي ما بيقولوا كده ايه، بتجهض المحاولات في مهدها. ياخد كده الكلام من اهله، ويطبطب على مامته، ويطبطب على اخته، ويراضي مرات اخوه، ولكن غالبا ما بيوصلش اي حاجه في اي حته، وبيستوعب الوضع كويس جدا. الراجل الغلبان بقى الدغري المحترم، اللي غالبا يعني ملفش ودار وعط كده وغلبه، لا، المواضيع دي بتأثر معاه جامد. اكثر الحاجات اللي تؤكد لك ان الخناقه دي حقنه هو انها تتعامل على موضوع مش جديد. يعني مثلا الموضوع حصل امبارح، وامبارح احنا كنا تمام، تلاقيه قلب عليه النهارده. ما انت امبارح عديت الموضوع الفلاني، ما انت امبارح ما دقتش على الكلمه الفلانيه، ما الفستان الفلاني انت ما علقتش عليه، ما انت داخل عامل لي لاف ولايك على البوست الفلاني وانا لابسه نفس الفستان او نفس الطرحه او بنفس المكياج. يعني اللقطه الاولانيه في الحدث عدت عادي خالص، وفجاه بعد يوم، نص يوم، يوم ونص، يومين، القنبله انفجرت. انت ازاي يا هانم تعملي كده؟ نعم، ده كده لسه معمول امبارح، ده كده لسه معمول النهارده الصبح. القلبه دي بتجيش اللهوي، لازم تيجي بحقنه، تمام؟ رد فعل متاخر، دي اول حاجه. غالبا التلامذه بقى، ما احنا اتفقنا ان المتودك بيفهم الكلام ده، يدي ردة الفعل دي بعد الزياره لبيت اهله، او بعد مقابله مع اخواته، او بعد تليفون، او بعد قعده طويله على الواتساب، او بعد سفريه فضفاضه يكونوا الاخوات فيهم مع بعض، او انفرضوا اخواته بيه شويه. كل الاحوال دي. وعلى فكره في حقن كمان بتبقى من الصحاب، والصحاب الرجاله ربنا يهدي عباده،
عدوا الصحاب الستات مؤخرا. يعني انا لحد قريب كنت بحذركم من جروبات الفيسبوك بتاعت الستات، خراب بيوت وش. وكتير من المجاميع دي حقيقي كارثيه، وضررها السلبي على البيوت مؤكد لا يختلف عليه اتنين. لا مؤخرا بقى قعدات القهوه بتاعت كتير من الرجاله، برضو ما بعممش زي ما انا ما بعممش في الستات، بقت برضو فيها حقن، وبرضو ممكن يطلع منها خراب بيوت وقسوه وغلط وحاجات كتير تغضب ربنا، من اول القسوه لحد الاهمال لحد اكسر عينها. الكلام ده كله احنا بنسمعه وبيتقال لنا على فكره. يعني لما بيجي بيقول صحابي شاروا عليا بواحد اتنين تلاته، الله يهديك ويهدي صحابك، خربوا الدنيا. تمام؟ طيب طبيعي انه يكون متاثر؟ طبيعي انه يدي ردة الفعل دي؟ لا. مشكلتك بقى في ردة الفعل ايه؟ مشكلتك في ردة الفعل دي يا سيدي الرجال انها بتأثر في شكلك قدام المدام. هي بتشوفك مش صاحب رأي ولا ليك كلمة. عارفين قوانين الأعشاب البحرية؟ معاك ومعاك وعليك وعليكم. ما هو كان عاجبك الوضع ده، بس لما حد قال لأ بقى لأ. ما انت كنت رافض الموضوع ده، لما حد قال بقى قصة كده غير مفهومة. طيب حلها ايه؟ ببساطة حلها ان الاهل يفهموا ان مطلوب انهم يتقوا ربنا، لان اللي بيحصل ده هيلف ويحصل في بناتكم. ولكن احنا ما بنشوفش وما بناخدش بالنا ان بنات الناس دول ما هم ممكن يبقوا بناتنا. ما هم البنات دي ليهم اهل. ما هي البنت دي لو بنتي مش هحب ان حماتها تقلب جوزها عليها. هتقولي لي اللي بتقوليه ده مثالي، ما هو لا رادع ولا صاد الا اللقطه دي. لان احنا ببساطه العمليه ما فيهاش دراع. يعني مش هقدر اواجه واقول له انت مامتك اللي قلبتك عليا. اول رد هيقول لي لا، وبعدين يبتدي يعاملني على اني حاطه امه في دماغي، او غيرانه من اخته، او غيرانه من مرات اخوه. خالص اوعي تقولي الحاجات دي خالص، ولا تقولي حاجه على مامته، ولا تقولي على حاجه على اخته، ولا تقولي حاجه على مرات اخوه خالص. ولكن تقعدي تتفقي معاه، تقولي له فكره تغيير رايك او تغيير رده فعلك على المواضيع بقت بتقلقني. قولي هو انت بتفكر في المواضيع دي ازاي؟ يعني ازاي تبقى قابل حاجه دلوقتي ورافضها بعدين؟ انت هنا بتحطيه قدام نفسه بس من غير ما تشاوري له على السبب. ازاي تبقى رافض حاجه وبعدين تقبلها؟ ازاي يبقى رايك هنا شمال وبعدين فجاه يبقى يمين، يبقى يمين وبعدين يبقى شمال؟ قولي المنطق اللي انت فكرت فيه فخلصت ان ده لا. وهل ده لا المره دي بس ولا لا على طول؟ هل المره دي بس ولا على طول؟ حلو. واعمل ايه بقى في الباقيين؟ ما اعملش اي حاجه خالص، لان مع الوقت هو هيفهم واحده واحده. ودي زي ما بنسميها كده دايما غلطه مبتدئين. اكتر غلطه شائعه في الرجاله العرسان الجداد. وخدوا بالكم في فرق بين غلطه مبتدئ وابن امه. وابن امه ده احنا عملنا عليه بدل الحلقه 2 وهتلاقوهم على قناه اليوتيوب. ابن امه ده بقى من وانتي مخطوبه انا اديتك التكنيك اللي تكتشفي بيه اذا كان ابن امه ولا لا. فلو هو عدى منك فتره الخطوبه والتست بتاع ابن امه طلع الحمد لله سلبي والنتائج كويسه وتمام، يبقى دي حقن كده متفرقه، فيتامينات من وقت للتاني الاهل او اهل الزوج بيحاولوا يدوها للزوج. تمام؟ غلطه المبتدئ دي امور الشاب الحليوه او العريس الجديد ممكن تكلفك منظرك قدام مراتك، ممكن تكلفك ثقتها فيك، انها تبتدي ما تثقش. انت مالكش كلمه، مالكش راي، مالكش موقف، فتبتدي بالوقت تتراجع. ومصيبتك الزرقاء لو كانت الحقن دي بقى معاها شويه نميمه وعك ولك وحواديت وكلام رايح جاي ودخول في اسرار بيوت وخصوصيات مراتك بتتحط على الترابيزه ونعمل قعده حواليها ونتكلم ونحكي ونحودت. لو مراتك عرفت ده انت مش هتصغر بس في نظرها، انت هتسقط من نظرها. لان مفيش راجل محترم مسؤول عن بيت ربنا مأمنه على بنت ناس يهتك سترها ويحكي لا لأمه ولا لأخته ولا لأخوه ولا لمرات أخوه ولا لجوز أخته لا خير ولا شر. ده بفرض
ان الحقن هتجيب بقى وتفتح كلام. خد بالك، لان الحقن دي هتكلفك كتير. خليك فاهم ان كتير جدا جدا من الكلام اللي ممكن يقلبك على مراتك ده وزر كبير. الفت نظر الوالدة او اختك او اخوك لانهم بيقعوا في الوزر ده، هم مش محتاجين يقعوا فيه لان انت اتجوزت خلاص. فان كنت مرتاح خير وبركة، وان ما كنتش مرتاح برضو خير وبركة وما لهمش فيه، طالما انت ما اشتكيتش وما قلتش لحد انجدني او الحقني. طيب احنا بقى كأهله، انا ام العريس او اخت العريس شايفه اخويا مش مرتاح او شايفه وضعي مش عاجبني، تحطي لسانك في بقك وتدعي له، لان اللي انت هتقعي فيه ده وزر ثقيل اسمه التخبيب. يعني انت بتلفتي نظره لحاجه قد تكون مش عوار في مراته، هو شايفها اخوكي مش كفيف، صح؟ مكتمل الاراده، مكتمل العقل، عنده مخ بيفكر وبيبص وبيعقل، مش شغلتك. بيته قايم، خدي خطوه لورا. لو جه سألك ابقي شوري عليه بما يرضي الله. طب ولو ما سألكيش، تفتحيش بقك، تدعي له في سرك، ربنا يصلح حاله، ربنا يهديها، ربنا يهديه، ربنا يصلح ما بينكم، نقطة. طب ولو انا امه، شرحه، حبيت يعني انصحه بحاجة، هنصحه بالحسنى، اوصيه على مراته وبعدين انصح، وبعدين اقفل بالتوصية على مراته، فانا كده ما قلبتوش على الست او ما قلبتوش على البنت. متفقين؟ يبقى الحقن لازم ناخد بالنا عشان ما توقعناش في وزر تقيل اسمه التخبيب، وده خراب بيوت، وده حسابه عند ربنا ثقيل. واللي فيكم مش مصدقاني ادخلوا بس على جوجل اكتبوا التخبيب. ولكن انا مش عايزه اخش في مرحله ان احنا نقلب الموضوع دعوه ونقلبها جزئيه دينيه. احنا هنا بنتكلم على الحقن. فلو ادركتي ان في حقن بتتضرب في الجوازه، انا كده اديتك الكتالوج بتاعها، تقعدي تتكلمي معاه بهدوء وبالميكانيزم اللي انا قلته لك ده. وان كنت انت ام او اخت او مرات اخ من اللي بيدوا حقن، فانا النهارده لفت نظرك وقلت لك انك بتعملي كارثه ممكن تخرب بيت ناس، او ممكن تحول حياتهم لجحيم بعد ما كانوا عايشين سعداء، او على الاقل مش متضايقين. مش هقول لك ان حد فينا عايش 2 عصافير جنه، ولكن اكيد جمله سخيفه، تعليق سخيف، نقد غير بناء بالمرة، بالعكس نقد مخرب للعلاقات، حقيقي ممكن يأثر كتير وممكن يخرب بيت. خدوا بالكم، الموضوع مش بسيط، ما تستهونوش بيه، الموضوع مهم ومهم جدا. ربنا يصلح أحوال العباد والبلاد، ويهدي البيوت كلها، ويهدي الرجالة كلهم، ويصلح أحوالنا جميعا. أشوفكم على ألف خير، وتصبحوا على خير.